السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده يا رب. ومرحبا بكم في قناتكم حسنة كيتشن. وإلا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه فمرحبا بكم والف مرحبا، فاشتركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد في الوصفات ديال حسنة كيتشن مع فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله البنات غادي نحضر معاكم وصفة مغربية 100%. الخبز ديال الشحمة أو البطبوط المعمر، كل واحد وكيفاش كيسميه. كيجي خفيف وكيجي رائع، كيجي في المذاق البنات ولا أروع. سهل في التحضير واقتصادي وكيوجد معنا بسرعة. فبقوا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي ندوزو دابا باش غادي نشوفوا المكونات ديال العجين. غادي نحتاجو هنايا الماء دافي، وغادي نحتاجو هنايا كاس ونص ديال الدقيق الفينو او دقيق القمح الصلب، وغادي نحتاجو هنايا 5 د الكيسان ديال الدقيق البيض نوعيه جيده، مع معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال الخميره المعجونه، الخميره ديال الدار. في قصريه غادي ندير فيها الدقيق البيض مع الدقيق ديال الفينو او الدقيق القمح الصلب، وغادي ندير معاه ديك المعلقه الكبيره ديال الخميره المعجونه، وغادي نضيف عليها شويه ديال الماء ونخلي هذيك الخميره باش غادي تطلق ليا واحد شويه. صافي غادي نجمع العجين بالماء دافي باش العجينه كتخمر لينا وكتسخن وكتفاعل بسرعه. فممكن تعجنوا بايديكم او ممكن تعجنوا بالعجانه، فلكم الاختيار، عجنوا باللي بغيتو. كنبدا كنجمع العجين وكنضيف الماء شويه بشويه، وانا كنجمع في العجين وكتكون العجين مرخوفه، ما كتكونش قاصحه بزاف وما كتكونش تاني جاريه اكثر من الجهد. وغادي ندير دابا الملحه ونزيد عليها شويه ديال الماء صافي، وغادي ندلك هاد العجينه هادي مزيان وندخل فيها هاد الملحه. والعجينه كيف ما قلت لكم راها كتكون مرخوفه، ما كتكونش قاصحه بزاف. صافي كندلكها مزيان حتى كنتحصل على عجينه اللي هي مدلوكه ورطيبه. صافي وهانتوما كيف ما كتشوفوا العجينه راها مرخوفه، راها مدلوكه ومرخوفه. صافي غادي ندهنها بشويه ديال الزيت وغادي ندير عليها البلاستيك الغذائي ونخليها حتى تخمر ليا مزيان. صافي من بعد ما خمرت العجين، كل ما خمرت العجين كيكون احسن وكتكون النتيجه مزيانه. صافي غادي ندوز دابا باش غادي نشكلوا العجين الى كويرات على حسب الحجم. فردوا البال، راه حنا غادي نديروا وحده فوق من وحده. من الاحسن ديروهم صغار واحد شويه، ما يكونوش كبار بزاف. صافي وغادي نستعن بالزيت باش ما تلصقش ليا العجينه في ايديا، وغادي نبدا نشكلهم كويرات ونحاولوا نديروا وحده قد الاخرى، ما نديروش وحده كبيره وحده صغيره، نديروهم في نفس الحجم. صافي هنايا من بعد ما شكلت الكويرات غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي ونخليهم يرتاحوا واحد شويه ويخمروا لينا واحد شويه. غادي ندوزو دابا باش غادي نشوفوا المكونات ديال الحشوه اللي غادي نعمروا بها الخبز ديال الشحمه. عندي هنايا زيت نباتيه مع فلفله حاره قطعتها قطع صغيره، فممكن تستغناو عليها الا ما كنتوش كتبغيو الحار. وغادي نحتاجو هنايا التوابل. عندي هنايا معلقه صغيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر، نص معلقه صغيره ديال الملح، وربع معلقه صغيره ديال الكمون. وغادي نحتاجو هنايا الشحمه اللي مطحونه، فممكن ديروا الكميه اللي بغيتو، فهاد الخبز كيجي فيه شحمه زوينه. وهنايا عندي البصله خضاريه فحتى هي غادي نطحنها. عندي هنا 3 البصلات طحنتهم او قطعتهم قطع صغيره، وعندي 3 الحبات ديال الفلفله حتى هي طحنتها، وثلاثه الحبات ديال الخيزو اللي طحنتهم مزيان. فهانتوما كتشوفوا طحنتهم على هذا الشكل هذا رقيق. وعندي هنايا الكفته او اللحم مفروم، الكميه اختياريه، فممكن ديروا اكثر من هذه الكميه هذه اللي استعملت انا، او ممكن ديروا كميه اللي هي قليله وممكن تستغناو عليها، لكم الاختيار. وهنايا في مقله على عافيه اللي هي متوسطه كندير فيها الزيت
وكنضيف عليها البصلة، وكنضيف عليها أيضًا ديك البصلة خضارية اللي طحنتها حتى هي. صافي وكنخلي هاد البصلة هادي تا كتشحر مزيان وتا كدبال وكطيح لينا، عاد غادي نضيف عليها المكونات الأخرى. صافي هنايا من بعد ما تشحرات البصلة مزيان غادي نضيف عليها خيزو، وغادي نضيف عليها أيضًا الفلفلة، وغادي نضيف أيضًا الفلفلة الحارة. فالفلفلة حارة كيف ما قلت لكم اختيارية، فاللي كيبغي الحار يديرها واللي ما كيبغيش الحار فممكن يستغنى عليها. صافي غادي نخلط هاد المكونات كاملة حتى كتشحر مزيان، كتشحر ليا ديك الفلفلة مع الخيزو والبصلة مزيان، عاد غادي نضيف عليها المكونات الأخرى. صافي هنايا من بعد ما تشحرات ليا الخضرة غادي نضيف عليهم الكفتة. فانا هنايا استعملت الكفتة ديال العداند، شحرتها في شوية ديال الزيت في مقلة، ومن بعد ما تشحرات طحنتها في الهاشواغ باش ما تبقاش ليا طريفات كبار في هاد الحشوة هادي، باش ما كتقطعش ليا العجينة ملي نكون كنطلقها. صافي غادي نضيف عليها الشحمة اللي طحنتها، فالشحمة هنايا اختيارية، وغادي نضيف عليهم أيضًا التوابل التحميرة مع الملحة ومع الكمون. صافي غادي نخلط هاد المكونات كاملة ونخليهم تا يتشحروا مزيان وتذوب ليا ديك الشحمة، وغادي نخليو هاد الحشوة هادي تا تبرد، نخليها على جنب حتى تبرد، وغادي ندوزو ديك الساعة باش غادي نشكلو العجينة ونعمروها. وصافي هنايا من بعد ما تشحرات الخضرة وخليتها تا بردات على جنب، كتجي على هاد الشكل هذا. وغادي ندوزو دابا باش غادي نطلقو الكرات ديال العجينة. كناخد جوج وكنسرحوهم وكندير شوية ديال الزيت، وكنبدا كنطلق العجينة بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا في الصورة. كنطلقهم بجوج، كنطلق هذه واحد شوية وكنحطها على جنب، وكنعاود كنهز الاخرى وكنسرحها. صافي بهذه الطريقة هذه. صافي هنايا من بعد ما طلقت العجينة وسرحتها غادي ندير فيها دابا الحشوة، وغادي نوزعها بهذا الشكل هذا. صافي وكنهز العجينة اخرى اللي سرحت كنديرها فوق منها، وكنبدا كنطوي بهذا الشكل هذا الجناب. صافي صافي كنبدا نسدو في الجنيبات بحال هكذا حتى كنسد هاد العجينة كاملة باش كنتأكدوا بأن الحشوة ما غاديش تخرج لينا في الطياب. صافي كنسدها بحال هكا وكنطلقها واحد شوية وكنحطها على جنب باش ترخف ليا ملي نبغي نطلقها. صافي بنفس الطريقة كناخد العجينة، كناخد جوج كرات، كنطلق الأولى كنسرحها واحد شوية وكنخليها على جنب، وكنطلق الثانية. كناخد هذيك الأولى كندير فيها الحشوة، كنوزعها بشكل متساوي، وكنهز العجينة الأخرى الكرة الأخرى اللي طلقت كنديرها فوق منها، وكنحاول كنسد دوك الجنيبات وكنجمعهم وكنسدهم. صافي وغادي نستمر بنفس الطريقة تنكمل الكرات كاملة اللي عندي. صافي هنايا من بعد ما عمرت واحد 5 ديال الكرات أو 6 ديال الكرات، كندوز دابا كنطلق الكرة الأولى اللي بدينا بها واللي عمرنا هي الأولى. مباشرة كنبقى نطيب في الخبز ديال الشحمة. المقلة كنديرها على عافية اللي كتكون متوسطة، والمقلة من الأحسن تكون المقلة اللي هي ثقيلة. صافي كنبدا كنطيب بهذا الشكل هذا وكنبدا كنقلب من الجهتين حتى كتحمر ليا الخبزة ديال الشحمة. وأنا كنرش القليل من الزيت، ماشي بزاف، كنرش غير واحد شوية باش كيجي داك الوجه ديال الخبزة مذهب وكيجي زوين وكتجي خفيفة ورطبة.
صافي كيطيبوا بحال هاد الشكل هذا وكيطيبوا من الجهتين وكيتحمروا وراهم كيتنفخوا، غير هي تدوهم مزيان، راهم كيجيو خفاف بزاف ومكونات اللي هي بسيطة. وإلا ما عمركم ما جربتوا هاد الخبزة البنات فغير جربوه، فراه هذه هي الفرصة، فجربوه فراه غادي يعجبكم بزاف بزاف. هاد الخبز هذا على ضمانتي غادي يعجبكم بزاف. وكيف ما قلت لكم الا كنتو ما بغيتوش ديروا الكفته ممكن تستغناو عليها، او ممكن ما ديروش الشحمه وديروا غير الكفته. وكذلك الخضر ممكن تزيدوا اي خضر بغيتو، ممكن تزيدوا القرعه خضراء او ممكن تزيدوا فلفله الوان، لكم الاختيار، ديروا اللي بغيتو. صافي وكنستمر بنفس الطريقة، كنبقى نطلق في الخبزة ديال الشحمة وكنديرها فوق المقلة على عافية اللي كتكون متوسطة، وكنبدا كنرشها بشوية ديال الزيت وكنبدا كنقلب فيها من الجهتين حتى كتحمر وكيتذهب اللون ديالها وكتنفخ. صافي وغادي ندوزو دابا باش نشوفو الشكل النهائي ديال الخبز المعمر او الخبز ديال الشحمة. وهذا هو الشكل البنات ديال الخبز ديال الشحمة اللي حضرت معكم، فكيجي خفيف وكيجي رطب وكيجي في المذاق رائع البنات، بمذاق اللي هو زوين بزاف، فغادي يعجبكم. فجربوه لان فعلا كيستحق تجربة. المقادير اللي هي بسيطة وكيوجد معنا بسرعة، ما كيعذبنا ما حتى شي حاجة. فجربوا هاد الوصفة هادي في شهر رمضان إن شاء الله، أولا أو من بعد رمضان إن شاء الله. فما تنساوش البنات ديروا ليا لايك الفيديو، فهذا تشجيع منكم ليا، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد في الوصفات إن شاء الله.